السلام عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. فيديو جديد في يوميات وفاء ودينا. عملت أنا الفيديو ده يا جماعة قبل كده، يقعد عندك حسب استهلاكك طبعا. ده ايه ده؟ بعمل صابونة اهوت زي ما انتم شايفين للمطبخ للمواعين اهو زي ما انتم شايفين. ده كام رتل؟ 8 رتل اهو. بصوا باين ازاي اهو. ده بيعمل معاكي 8 رتل اهوت. عاملاه انا بفيديو قبل كده. هقول لك هيقعد معاكي قد ايه. لا معرفش. ده بالليمون. في طبعا حاجات تانية كتير زي ما انت عايزه، بتحبي ريحه ايه اهو. هيقعد معاكي لا معرفش. هقول لك هيقعد معاكي قد ايه. لا معرفش يقعد معاكي قد ايه، حسب استهلاك المطبخ. انت بتستهلكي طبعا، بتغسلي مواعين قد ايه اهوت. بصوا يعني انت لما تجيبي الكيس دوت، الكيس ده ب25 جنيه. ممكن كنت بجيبه ارخص من كده، يمكن غلي حاجه بسيطه، بس الكيس ده ب25 جنيه. هيعمل كام رتل؟ 8 رتل اهو. مكتوب عليه اهو 8 رتل صابون هتعمليه اهو. هنحط عليه 8 رتل ميه، وهنفضي الخلطه ديت عليه. هبدأ معاكم انا واحده واحده. انا عاملاها في فيديو قبل كده فخلص عندي، فحب برضو ان انا ايه هعمله تاني للي ما شافش الفيديو، واللي مش عارف ان في حاجه جاهزه كده بتتجاب احسن ما تشتري كل شويه رتل اهو. طبعا بتجيبيه غالي. انا كنت بعمل كده برضو، كنت بشتري بصراحه رتل في رتل اهو. فانا دلوقتي هعمله كده وانا قاعده اهوت. بصوا فانا هعمل ايه دلوقتي. اول حاجه انا هحطها الميه. انت عندك بقى ازازه زي دي كده اهي، ازازه حاجه ساقعه. عندك حاجه انت عارفه ان رتل، هتعايري بيها ميه وتحطي عشان ما تزوديش قوي، يبقى خفيف معاكي مش تقيل. لا لو تقيل هتخففيه شويه، لكن لو خف قوي منك هتعملي ايه؟ فالاحسن ان انت تعايري بازازه حاجه ساقعه تكون عندك رتل، او حاجه رتل عندك هتحطي بيها الميه. تظبطي، اهم حاجه تظبطي الميه. ظبطتي الميه خلاص، هتفضي الكيس على الميه وتقلبي فيه لحد ما يديك السمك اللي انت عايزاه. لقيتيه تقيل يعني انا مش هحط ال8 كمان، لا يعني بحط 7 ونص، على اساس انه يعني انا عايزاه يبقى تقيل. عايزه اكمل ال8 بحط الميه كلها 8 رتل، لا اما احط 7 رتل ونص ميه. عشان ايه؟ يعني انا احبه تقيل شويه. عايزاه زي ما الكيس مكتوب عليها تحطي من نفس الازازه دي 8 ازايز ميه. اي حاجه عندك رتل هتحطي منها 8، وهتفضي عليها الخليط اللي في الكيس دوت اهو. بصوا، والازازه تبقى موجوده عندك عشان ما تتوهيش وما تتلخبطيش وتقولي لا ده طلع خفيف، لا ده وحش، ده مش هجيب تاني. لا اهو. بصوا سهل جدا، بس انت اهم حاجه هتظبطي الميه. ظبطتي الميه هي الخلطه ظبطت معاكي على طول. عشان كده بقول لك عايري الاول، لان مش هتعايري هتحطي ميه كده بالبركه ماشي، بس ممكن يطلع منك خفيف هتتضايقي ومش هتجيبي الكيس ده تاني. لكن ده هيوفر معاكي كتير 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 اهو. انا دلوقتي هحط الميه اللي انا عايزاها 8 رتل او 7 ونص، وهفضي عليه الكيس ده وهرجع لكم تاني. حطيتي 7 يعني دول 7 ونص ولا مش 8 رتل؟ لا دول 8 بس عشان الازازه. ايوه ما انا عارفه، يعني دول 8 بالظبط. دول 8 رتل يا جماعه. في كيسين اهمت. ثانيه واحده اهو. كيس اهو، ده ميه، ده الصابون السائل، ده بودره، وده بودره. تحطي البودره الاول اهو. احنا قصينا البودرة والمقص طبعا تركتين، قصيناها بالمقص. حطي البودره. ايوه حط. ريحتها جميله، ريحه الليمون.
اللي عنده غسالة عادية يعملها فيها. صح. لو عندك غسالة عادية اعملي فيها فعلا الخلطة دي كلها وجميلة. على طول تشغلي الغسالة هتعملها لك على طول. هتاخد لون تاني بقى. ايوه. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا شفناها لد الريحة اللي انت بتحبيها انت تطلبيها هتجيبيها، هتوفر. بص بقى، بدل ما كنا الواحد بيجيب كل رتل، كل ما احتاج رتل اجيب، لا هتقعد معاكي قد ايه؟ لا ما اعرفش طبعا، زي ما انا قلت لك حسب استهلاكك انت. اهو هيقعد معاكي، هتقعدي بقى تقلبي فيه كده شويه حلوين لحد ما يتقل معاكي. اهم حاجه ايدي كده على طول. وزي ما دينا قالت لو عندك غساله هيبقى سهل جدا ان انت تعمليه في الغساله. يعني امسكي يا دينا. عايزة تنضفوا اي حاجة اعملوا الطريقة دي. امسكي كده. يعني وده كان فيديو النهارده يا جماعه اهو. يا رب يكون عملت حاجه مفيده اهو معاكم على القناه. زي ما بقول لكم المجموعه دي ب25 جنيه، في مجموعه تانية ب20 جنيه، بس انا بصراحه ما جربته 25 دي جميله جدا مركزه قوي، تديكي 8 رتل صابون. شوفي بقى انت بتجيبي الرتل بكام، والمجموعه دي كلها 8 رتل بتجيبيها ب25 جنيه، بتعمل لك الكميه اللي انت شايفاها دي اهو. تحطيها انت طبعا في الازايز عندك، في جيركن كبير زي ما انت ما بتشيليها بقى. يعني احنا دلوقتي بنحطه في حاجه واحده كبيره وليها غطا ونقفل عليه. يا رب الفيديو النهارده يعجبكم اهوت. تقعدي تقلبي فيها كده، طول ما بتقلبي كده بيتقل معاكي، بس اوعي تزودي ميه عن اللي مكتوبه على الكيس. ليه؟ عشان ما تبقاش خفيفه معاكي. هتحطي ميه كتير هتقولي ده خفيفه، لا ده مجموعه وحشه مش هجيبها، يبقى انت اللي غلطانه. لازم يعني اللي على الكيس بالظبط تحطيه وتعمليه اهو. واستنوني في حاجات تانية كتير ان شاء الله، في يوميات وفاء ودينا ونوني وليلي. وليلي لا تقفل اقول لكم نص ايه بقى؟ القانون. السلام عليكم.